السلام عليكم أصدقائي، أينما كنتم، تحية مسائية طيبة لكم من قلب الصحراء الليبية. المرة هذه من صحراء الجنوب الشرقي، صحراء الجغبوب، بالقرب من الحدود المصرية الليبية. أيضا بحر الرمال العظيم، منطقة جديدة، صحراء تتكون من حوالي 5 بحيرات، من غابات متحجرة، وأيضا الشعب المرجانية والقواقع البحرية المتحجرة. احنا الآن في الموقع هذا سموه علماء الجيولوجيا اللي زاروا المنطقة خلال سنوات مضت شط المرجان أو الشعب المرجانية المتحجرة. زي ما تشوفوا هذه بعض الشعب المرجانية المتحجرة منذ آلاف السنين. التصاق بعض القواقع عليها موجودة بكثرة. القواقع البحرية المتحجرة أيضا موجودة بكثرة. سبحان الله، هي صحراء ولكن تشعر وكأنك موجود داخل المحيط. ويعني شيء غريب وعجيب، وسبحان الله يعني كنز من كنوز الصحراء الليبية. شيء يعني مهم جدا علميا. أعتقد أنه هو يعني باش يتم تحديد عمر البيئة هذه اللي كانت موجودة في المنطقة هذه. بالتأكيد هذا يدل أنه هو شمال أفريقيا كان مغطى بالمياه، مغمور بالمياه، مياه المحيط. لفترة ما علماء الجيولوجيا تقريبا حددوا الفترة الزمنية هذه بأكثر من 65 مليون سنة مضت. وهذا شيء فعلا غريب وعجيب، والحمد لله على هالنعم اللي حبانا بها الله. قواقع بحرية متناثرة في الموقع. أيضا شاهدت شخصيا يعني ديل القرش بكامل تفاصيله أيضا متحجر. ويعني منطقة بصراحة ننصح الكثير بزيارتها واستفادة من الأشياء الجميلة الموجودة فيها. طبعا الغابة المتحجرة اللي نزلنا عليها فيديو، وإن شاء الله حننزلوا فيديو تاني على البحيرات. وهذا شط الشعب المرجانية المتحجرة. تحية لكم وشكرا على المتابعة.